روي كلاش رجع لنا بتراك جديد هالمرة بعنوان وصفة. فاليوم رح نسمع هذا التراك انا وانتم مع بعض، نعمل رياكشن عليه، نعطي رأينا فيه بكل صراحة. يا ترى رح يعجبنا هذا التراك ولا لا؟ فخلونا نفوت نسمع التراك ويلا ليتس جو. اوكي يا جماعه، مثل ما اتفقنا تراك جديد لكلاش بعنوان وصفه رح نسمعه هلا انا وانتم مع بعض، نعمل رياكشن عليه. كثير رح اقطع انا بالتراك مشان افهم الليركس، لانه باخر فيديو نزلته عن كلاش فانتم كلكم اللي انتقدتوني بانه انا ما وقفت التراك، ما حاولت افهم ما بين السطور. فهذا التراك اكيد رح وقف وافهم ما بين السطور، انتم هيك بدكم، فعلى عيني وراسي يا شباب. خلونا نفوت على التراك، بس قبل ما نفوت على التراك ما تنسوني من دعمكم بلايك شير، واذا انتم اول مره بتشوفوني فما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناه، تكتبوا تعليق جميل مثلكم ولطيف مثلكم. وشكرا كثير يا جماعه على اخر فيديو، الدعم كان اسطوري، فخلونا كمان ندعم هذا الفيديو وخلونا نفوت على التراك ويلا ليتس جو. اوكي رسمولي خطوط على هيدا وسواس، دروس وقتها كنت استاذ، مكروه لما فت من الباب وطلعت محبوبي كان هذا ادمان. اوكي كبدايه فايت بفايب حلو، فايت بفاست فلو جميل. التراك حيكون ميوزك فيديو او فيديو كليب. بس فكت باللام كنت عم بحوص انا وضل نعسان، كنت فضي الروق انا وعم بسطور على فض الظروف بس غير عنوان البايب. اوكي لحظه. بس فكت باللام كنت عم بحوص انا وضل نعسان، كنت فضي الروق انا وعم بسطور على فض الظروف بس غير عنوان البايب بولر. شوف روي في شي فيك سايكوسس مع OCD، يمكن بوردر لاين فوق في كلينيك بروسس، بالنوم بيجيك شي ديس اوردر بالدوبامين زلبت زولا فلوفوكسامين خود. اوكي لحظه شوي. هذا اللاين او خلينا نقول هذا المقطع جدا صعب اني افهمه. هلا بصراحه رح احكي لكم انا عندي هون كتير سيء النت، فانا ما فيني اسمع التراك على اليوتيوب مباشره وشغل الليركس تبع التراك. فهذا شيء كتير سيء بهيك نوع من التراكات، انه انا بدي اقرا الليركس لحتى بالنسبه لي طبعا سيء انه انا بدي اسمع الليركس واقرا كمان لحتى اقدر افهمه. ما بيساعد عندي لانه ما في عندي نت بالوقت الحالي، وبالتالي انا ما راح اقدر افهم كل الليركس اللي عم يحكيه. اوكي هلا الفكره انه هو حوار داير بينه وبين الدكتور عم يقول له شو الامراض اللي فيه وعم يوصف له ادويه معينه. اوكي وبيوطى هيدا الصوت اللي فيك. اوكي زروق بالدور حكيم، انا واعد صف كل يوم للشايف ناس فيي بتشك هون بس انطفي هد حمول لحظه، للشايف ناس فيي بتشك. اوكي بس نك زروق بالدور حكيم، انا واعد صف كل يوم للشايف ناس. اوكي شو قال؟ انا واعد صف كل يوم حكيم للشايف ناس فيي بتشك. فهو الشك جايه من دبل مينينج، خلينا نقول من الشك انه انت عم تشك بشخص معين، انه الناس عم تشك فيني، وانه تشك فيني فهي عم تشك ابر فيني، فبالمعنيين اوكي بتشك فيي بس انطفي، فهي بتشك بالطرفين، اتفقنا. اوكي اعطيني الوصفة فاضية. هالبنزك سول خفيف فاعطيني الوصفة فاضية وتركني عبي اي دوز نسيت. كان يدق علي الباب بس ليلي انا شيت، ما فينا ولا اللي مات بس في دواء اذا شفيت. هيدي اوكي الباب بس ليلي انا شيت، كان يدق علي الباب بس ليقول لي انا جيت. ما فينا ولا اللي مات بس في دواء اذا شفيت. ما فينا ولا اللي مات بس في دواء اذا شفيت. اوكي وحدي لهالليل بس ترجع لك واعطيك، نسيت ورا لا ترتاح بس على الورق في مريض. بفتح كتب صوت بيقول لي قريني عقوة بيسكان، بدي 5 اخوان 3 رهبان وشي بيسمان، 5 رواح بقلبي وحاطط ساد الجن بكيس، فيمكن روح لاقيلن اذا طويل. لازم اعيد الكورس سوري. كان يدق علي الباب بس ليلي انا شيت، ما فينا ولا اللي مات بس في دواء اذا شفيت. هيدي وحدي لهالليل بس ترجع لك هيدا وحدة لهالليل. فاوكي بتجي كمان دبل مينينج. هي وحد يعني انه وحدي انه وحده بهالليل، وهيدا وحدة لهالليل فهي الساعة 1، وممكن تجي بمعنى يعني وحدة. اوكي كدست ورق لا ترتاح بس على الورق في مريض. كدست ورق لا ترتاح بس على الورق في مريض. اوكي هو هون مريض على الورق بس، وكدست ورق لا ترتاح فهو بيستعمل كدست الورق لحتى يكتب الشيء اللي عم يحس فيه. بفتح كتب صوت بيقول لي قريني عقوة بيسكان، بدي 5 اخوان 3 رهبان وشي بيسمان، 5 رواح بقلبي وحاطط ساد الجن بكيس، فيمكن روح لاقيلن اذا طويل. دايم افكاري مشيت على الغام، اسراري غطيتها من هيك ما سميتها بالاحرى حطيتها على لسان جفن. اوف
يا جماعة كأنه هذا التراك أفضل من التراك الماضي بكتير كتير، يعني كفايب كفلوات حتى كليركس عم حاول أفهمه، ولكن طريقة كتابته رهيبة جدا لكلش. مثل ما قلتولي إنه كلش من الناس اللي بتكتب بدك تقرا ما خلف السطور، فبصراحة كرياكشن أولي ما فيك تعمل له رياكشن أولي وتقرا ما بين السطور او ما خلف السطور. فانا عم حاول قدر الامكان، اعذروه جهلي يا جماعه، ما كتير بسمع لكلش، هي تاني مره يمكن او ثالث مره، فمعلش اعذروني وتحملوني واكتبوا لي انتقاداتكم بالتعليقات وانا المره الجايه بحسن اكيد. سكرت فتحت كمان درستي بالعقل مش هيدا البستان، اذا ايامي قصاري غطيتها من هيك ما سميتها بالاحرى حطيتها على لسان. شفني سكرت فتحت كمان درستي بالعقل، شوفني سكرت فتحت كمعين. اوكي كلنا بنعرف انه عند الانسان اوكي في العينتين وفي بيقولوا العين الثالثه، فا اوكي فيمكن روح لاقيلن اذا طويل. افكاري مشيتها على الغام، قصاري غطيتها من هيك ما سميتها بالاحرى حطيتها على لسان. شفني سكرت فتحت كمان درستي بالعقل مش هيدا البستان، اذا ايامي قضيتها لدماغي يتحكم فمين اللي مسيطر لكان. اوكي اذا ايامي قضيتها لدماغي يتحكم فمين اللي مسيطر لكان. عم يقول انه هو دماغه اللي مسيطر معناتها، ولا هو اذا هو قضى ايامه للعقل يتحكم، فمين اللي متحكم بما انه هو اللي اراد هذا الشيء. فتحت كمان درستي بالعقل مش هيدا البستان، اذا ايامي درستي بالعقل. اوكي قضيتها لدماغي يتحكم في درس العقل وفي دراسته بالعقل. فتحت كمان درستي بالعقل مش هيدا البستان، اذا ايامي قضيتها لدماغي يتحكم فمين اللي مسيطر لكان. ما كنت اورفيس حامل دماغ وكلام مش من هالكون، صرت نقي بين اي لون لحس حالي نيو بجمور في اسمال بتداوي الانسومنياس بي تي اس دي او نوع من سكتزوم من بعد تروما بتحطن هي انفصام فيبصفن او ثاني ايد قلب تزيد لليوفوريا صادق لان كنت عايز اليمين لشد سيفون فيها. اوكي كنت بحلل كل فكره بمنطق بس حظي في ناس بتروكي بلا تصل لا تست اوف وحش. اتحلل من شخصي ففتحتها بكبسه من الطبقه لسديت نفسي بس بعرف تاثيرها عكسي مش مضمونه. كنت قريت ورائي مكتسي وما في وصفه هون بتوصف هيدا الشي كيف لما اوف وحش. توقع بكوابيس ففتحت عيوني صرت بفرومي وقلب اشوفها مثل دريس لحق له بلوزر هون او بيست عم واجه جود اسمع ابليس حطوني بغابي مو طلعت غامض وسقسودي وتمسيحني بايد سيوفي وخنجري بتشق النور بنوع الفتيل ضوي شمول عدمي يفور وعبي سطور بلون بيض لو كان في اوكي عبي سطول بلون بيض. سطول هلا هو اوكي اول شيء سطول يعني سطل، وثاني شيء اسطول يعني من كلمه اسطول بلون بيض وليس بلون بيض هيك اسمه. اسمع ابليس حطوني بغابي مو طلعت غامض وسقسودي وتمسيحني بايد سيوفي وخنجير بتشق النور بنوع الفتيل ضوي شمول بيد السيوفة وخناجير. مو طلعت غامض وسقسودي وتمسيحني بايد السيوفة وخناجير بتشق النور بنوع الفتيل ضوي شمول عدمي يفوق. اوكي بتشق النور بنوع الفتيل لضوء ضوي شموع. بتشق النور بنوع الفتيل ضوي شمول عدمي يفور وعبي سطور بلون بيض. اوف كان في حدود لقد معليت ما كان في برود لحد محميد فبين حروب اخد قوتي من الشروق فكل ما غيب يدق الباب. اوكي ما كان في برود لحد محميد فبين حروب اخد قوتي من الشروق فكل ما غيب يدق الباب. بين حروبي اخذ قوتي من الشروق فكل ما غيب يعني تجي كمان دبل مينينج، كل ما انا غيب او كل ما غيب يعني كل ما تغيب الشمس كان يدق علي الباب. فواضح انه هو عم يحكي عن حالة نفسية صايرة معه. الحالة هي بالليل بتصير معه مثل كوابيس او خلينا نقول بيسمع اصوات براسه. فدايم الباب بس اللي انا جيت ما فينا ولا اللي مات بس في دواء اذا شفيت هيدي وحده لهالليل بس ترجع لك واعطيك نسيت ورا لا ترتاح بس على الورق في مريض بفتح كتب صوت بيقلي وكوابيس كان بدي 5 اخوان 3 رهبان وشي ابليس مان 5 رواح بقلبي وحاطط سادس جنب كيس دايم. فيمكن روح لاقيلن اذا طويل. اوكي هلا انا صح ما قدرت افهم كل التراك، صح انه انا ما اتبعت نصائحكم انه المفروض كان يكون عندي الليركس بصراحه ما بخفيكم، ولكن كتراك لحد الان يعني انا سمعت التراك فاكيد راح اسمعه يمكن 10 مرات لحتى اقدر افهمه كاملا. بدي اشوف اذا موجود الليركس على يوتيوب فاكيد راح احضره على يوتيوب. راح احاول هيك بيني وبين حالي حلله كله افهم كل الليركس، وما بعرف اذا بكتب لكم بالتعليقات شو فهمت وشو ما فهمت. بتمنى انتم تكتبوا لي شو الشغلات اللي كنت ما عم بفهمها صح، شو الشغلات اللي انتم اكتشفتوها بالتراك انا ما اكتشفتها.
اوكي خلص التراك لروي كلش. كتابة وأداء روي كلش. طبعا التراك كان خرافي من ناحية الفايب، خرافي من ناحية البيت. ليركس ما رح قيم لأنه مثل ما قلتولي ومثل ما اتفقنا أنه كلش ما فيك تقيم الليركس تبعه من أول مرة. فأوكي رح نسمعه مرة تانية وثالثة وبعدين قيم، أو ما رح قيم قدام الكاميرا ولكن رح قيم الفايب والتراك بشكل عام. اوكي يا جماعة، بصراحة انا ما كنت متخيل التراك يكون بهالقوة، ما كنت متخيل التراك يكون من ناحية الفلوات، حتى من ناحية الليركس. طريقة الكتابة تبع كلش رهيبة جدا بهذا التراك، فما توقعته يكون بهالقوة. ما فهمت كل شيء انحكى. ليش؟ لانه انا ما قدرت اشغل الليركس قدامي واقدر اقرا الليركس، وما بدي اخلي الفيديو كمان نص ساعة. فانا بعتذر اذا ما قدرت افهم كل الليركس، وبعتذر جدا من متابعين كلش. نصحوني المرة الماضية وقالوا لي لما تسمع تراك كلش حاول تسمعه كتير قبل ما تعمل عليه رياكشن او قبل ما تعمل الفيديو. ما قدرت بصراحه لانه كان عندي ضغط باليومين الماضيين، فبعتذر وبوعدكم بالفيديوهات الجايه رح يكون مثل ما بدكم، ورح اعمل تحليل للتراك بشكل تفصيلي. اذا حبينا نعطي تقييم للاداء، النمط، الفلوات بهذا التراك كان رهيب جدا. التراك كان من ناحيه كتابه الليركس، طريقه الكتابه كانت ممتازه جدا بصراحه. صار لي زمان او يمكن مالي سمعان من قبل حدا بيكتب بهالطريقه مع هي الفلوات، فكان رائع جدا. الفلوات، النمط، الاداء كان ممتاز. فاست فلو رائع جدا من كلش. الكورس عجبني جدا، الكورس علق براسي يعني، فعجبني جدا. إذا حبينا نعطي تقييم للأداء، النمط، الفلوات، فرح أعطي 9 من 10 بكل رياحة، وحتى 9.5 من 10. بصراحة كان رهيب كلش بهذا التراك. أما إذا حبينا نحكي عن البيت، فالبيت كان جيد جدا. ما كان أفضل بيت موجود، ولكن البيت كان ماشي بسلاسة. ما بتحس إنه أنت ما بتدقق على البيت، لأنه أداؤه لكلش بصراحة مغطي على البيت. فيب كان البيت يستحق إنه ياخذ 8.5 من 10. قلت لك ما بتدقق على البيت لأنه أداؤه لكلش كان مغطي على هذا البيت. كان أنت كل همك تركز مع كلش شو عم يحكي، كل همك تشوف الفلوات والإبداع من كلش. فبصراحة دايم رهيب جدا جدا جدا. الميوزك فيديو كمان شفت الميوزك فيديو افضل من الميوزك فيديو الماضي اللي نزله كلش، وبالتالي 9 من 10 كمان على الميوزك فيديو. الفكرة تبعه ممتازة للتراك. خلينا نقول الايديتنج بشكل رهيب، الاخراج رائع جدا. فبشوف كمان 9 من 10 على ميوزك فيديو. رغم انه الليركس هو اهم شيء بالتراكات بشكل عام، واهم شيء بالتراكات كلش حسب ما فهمت منكم وحسب ما سمعت بصراحة بعد ما خبرتوني بالتعليقات. روح ارجع اسمع وشوف، وشرحتوا لي بعض التراكات. فبصراحة رحت سمعت وشرحكم كان كتير مفيد بالنسبة لي. فبصراحة بالنسبة لتراكات كلش الليركس هو أهم شيء. قدرت أفهم نسبة كبيرة من الليركس، ما قدرت يمكن أقرأ كل شيء بين السطور. فبتمنى توضحوا لي شو في بين السطور كان بهذا التراك، ولكن للأسف ما راح أقدر قيم الليركس. وبس هيك حبيت أطلع معكم بهذا الفيديو البسيط، وبصراحة ما بدي أتأخر أكثر من هيك، فما راح أقدر أحضر للفيديو أكثر من هيك. فبعتذر هالمرة، وبوعدكم المرة الجاية يكون الفيديو مثل ما بدكم أنتم. وهيك بكون خلص فيديو اليوم. هذا كان رأيي الصريح بهذا التراك. بتمنى أنكم تكتبوا لي آرائكم بالتعليقات، عجبكم التراك ولا ما عجبكم. ولهون بكون خلص فيديو اليوم رفقاتي. بتمنى ما تنسوني من دعمكم باللايك والشير، وإذا أول مرة بتشوفوني طجوا اشتراك يا غوالي، فعلوا جرس التنبيهات توصلكم مني كل شيء جديد. بشوفكم بخير وصحة وعافية. سلام. اخبار الراب سين من هون اسمعها كلها بدون تحيز، بعطي رأيي بكلمة حق بدون مجرح بكل تميز، بحكي رأيي الشخصي بس فما في داعي تنحمق يا مان. عندك اي رأي مغاير احكي وعليك الامان. عندي حلم شوي بعيد بس ماله مستحيل علي، وجودكم جنبي بيخليني استمر بالشغل اللي بين ايدي. بعطي وبعمل كل شي فيي حتى ارضي ذوق الكل. لا تنسوني من دعمكم، تقبشوني انتو الكل.